فأجاب واحد ممن يحملون في جنباتهم قطعة من ضمير مصر على من يطلبون منه اقتراح حل. الحل ببساطة تعهد به الرئيس نفسه قبل أن يتولى الرئاسة. هل تعهد الرئيس حقا بحل؟ نعم، تعهد الرئيس به أمامنا نحن وأمام العالم كله هنا في هذا المكان أيام كان يبحث عن أصوات مصر. جمعية التأسيس أن تشكل الجمعية بما يضمن أنها تضم كافة أطياف المجتمع المصري بشكل عادل، خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي والمرأة والأقباط. هو ده بالظبط اللي موجود هنا. وأن يمثل أساتذة القانون والعلوم السياسية والخبراء والآخر. أنا موافق على كل ده. لن يكون لمصر أبدا دستور كما يقول البعض يعبر عن فئة دون فئة. الشعب المصري مش هيوافق، مش هيوافق. لن أعرض المقترح على الشعب إلا إذا رأيت توافقا من الكل قبل أن يعرض. لن أعرض المقترح على الشعب إلا إذا رأيت توافقا من الكل قبل أن يعرض. هذا أمر منتهي، هذا أمر منتهي. اللي يجي وما يحترمش القانون والدستور الشعب هيثور ضده. أنا عايز الشعب يثور ضدي على طول لو أنا ما احترمش القانون والدستور. مش حاجة اسمها. وما صدر بعد ذلك في يوم الأحد 17 من إعلان دستوري مكمل في توقيت حرج قبل أن يأتي الرئيس الجديد المنتخب. هذا الإعلان الدستوري لم يستفتى عليه الشعب. هذا الإعلان الدستوري لم يستفتى عليه الشعب، لأننا نعيش في ظل إعلان دستوري في مارس الماضي، مارس 2011 استفتي عليه الشعب. من أجل هذا نحن نقول أن هذا الإعلان الدستوري لا نوافق عليه، وهو يحتاج إلى الشعب ليقول كلمته. بعد هذا القسم أتوجه بالتحية من القلب إلى شعب مصر. أتوجه بالتحية الواجبة إلى الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية برئيسها وأعضائها جميعا. هذا الصرح، هذه المؤسسة التي نحرص جميعا شعبا وسلطة تنفيذية وتشريعية، نحرص هكذا يجب، وأحرص على أن تبقى هذه المؤسسة مستقلة قوية فاعلة لا يشوبها شائبة. الفصل بين السلطات، احنا كنا دائما عمالين نقول نتمنى شعبنا واحنا كلنا امتى يبقى في صحيح فصل بين السلطات، التشريعية الرقابية والتنفيذية، رئاسة الجمهورية والوزراء، والقضائية. القضاء المصري لا ينبغي ابدا ان حد يتدخل في شأنه بتاتا. مستقل حر يحكم، وحكمه عنوان الحقيقة، وعارف المصلحة وعارف بلده وعارف تاريخه. لا، القضاء المصري مفخرة لينا كلنا. حكمه عنوان الحقيقة وعارف المصلحة وعارف بلده وعارف تاريخه. لا، القضاء المصري مفخرة لينا كلنا. الحية الثورية اللي موجودة بنقدرها كلنا. المستشار أحمد الزند شخصية محترمة مقدرة، هو ونادي القضاة له دور كبير. النادي طول عمره، النادي ده اللي وقف قدام التزوير في 2005، احنا ما نسيناش. القضاة دول هم اللي عدلوا الموازين. مجلس الدولة هو اللي حكم الأحكام الكتير اللي أسقطت عمليا وإن لم تكن فعليا. هم اللي وقفوا في انتخابات 2010. ما هو أنا بقول هم المجلس الدولي، هم اللي أشرفوا على الانتخابات الأخيرة. بالظبط. القضاة هم ميزان الوطن، وبالتالي لا أوافق بتاتا على الإساءة إليه.